نفسي اعرف ايه احساسك وانت مقلوب. مقلوب. وما تفهمنيش غلط في حكايه مقلوب دي، انا قصدي وانت عكس نفسك، يعني مبادئك تبقى حسب الظروف، حسب المنظر، او حسب المظهر. عشان نغني ونرقص ونطبل ودماء الشهداء على ارض التحرير وعلى ميادين مصر وفي محمد محمود ومجلس الوزراء. فاكر الحوار ده كويس، حتى لبست له والله نفس البلطو بتاع الحوار ده. ما اشبه الليله والبارحه، ما شاء الله. طب ما انت كويس اهو يا شيخ مظهر، وبتتكلم عن حقوق الشهداء. ده ايه وقصاص لمين ومن مين؟ طب بالنسبه للتحرير والميدان والناس، وادي الدعوه السلفيه، وادي الاخوان، وادي اللجنه التنسيقيه، وادي يعني هم دول القوى الثوريه اللي كانوا في الميدان. حلوه ثوريا دي، مش كانت الثوره حرام والخروج على الحاكم حرام والكلام ده كله؟ بقت هي متشكله عشان تمثل بنيانا ثوريا. من امتى الكلام ده؟ ما شفناش وشكم في الثوره ولا حاجه يعني. انتوا كنتوا في الثوره كلكم مستخبيين تحت السرير. يعني الاخوان والسلفيين دلوقتي انا اتلخبطت حقيقه، شاركوا في الثوره ولا ما شاركوش يا شيخ؟ سلفيين واخوان وليبراليين، الكل ابناء هذا الوطن، الكل شارك في هذه الثوره، الكل يحترم هذا الوطن ويعمل على جننتنا يا شيخ. امال مين اللي كان ضد الثوره؟ مين؟ دولة مجرد عملاء لاي نظام هيجي يحكم، دولة مجرد عملاء لاي نظام هيجي يحكم. عملاء لاي نظام؟ زي نظام مبارك مثلا؟ طب بالمناسبه تحب تقول ايه لنظام مبارك؟ السيد المحترم الدبلوماسي الكبير السيد عمرو موسى، هذا الرجل الذي أنجز إنجازات ضخمة جدا، سواء إنجازه لدستور 2014 وإنجازه أيضا ومساهمته الكبيرة في إنجاز الانتخابات الرئاسية. دستور وانتخابات رئاسية؟ طب صحيح، ما تكلمنا عن الانتخابات البرلمانية اللي محدش عارف لها ملامح. مش عاوزين برلمان يعبر عن أفغانستان ولا برلمان يعبر عن قندهار، احنا عاوزين برلمان يعبر عن مصر، يعبر عن المصريين، برلمان الأغلبية فيه للعقلاء للوطنيين للمحترمين. يعني البرلمان اللي فات زي ما انا فهمته وحضراتكم فهمتوا دلوقتي كان برلمان قندهار. البرلمان اللي فات كان برلمان قندهار. انت متأكد من الكلام ده؟ الثوره بقت فكره خلاص، بقت عقيده عند المصريين. الاغلبيه هي يا استاذ معتز، دي الاغلبيه اللي جايه من مصر والسويس وطنطا، الاغلبيه اللي نجحت البرلمان الشعبي المحترم النهارده، دي الاغلبيه. وطالما الاغلبيه عايزه الثوره وطالعه النهارده عشان تنادي مطالب الثوره، يبقى لو اخذوا من الاغلبيه ديت مليون اعتقلوهم او موتوهم، ال 80 مليون اللي فاضلين او ال 85 مليون اللي فاضلين هيكملوا الثوره. يا شيخ يعني راجع نفسك. لكن انا برضو شخصيا بعد جلسه مجلس الشعب التاريخيه المحترمه اللي كانت امبارح في مجلس الشعب، الجلسه رقم 2 امبارح بعد الانتخابات في اول يوم. طب اخر كلام بقى عشان انا متاكد ان احنا عملنا لخبطه كبيره قوي 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 للناس. ايه رايك في الاخوان والسلفيين؟ عفوا، اصل هي سيرتهم بيني وبينكم تخلي الواحد يشرق. اطلع من دول انت محمد كرع. انا اعلن من قدر الحكمه انني احب السلفيين وهم اساتذتي ومشايخي. طب سيبك من الاخوان والسلفيين. المجلس العسكري اخر كلام بيوحد الشعب ولا بيوقعوا في بعض؟ النهارده الاخوان والسلفيين وكل الناس في الميدان بتاكد ان كل اللي اتعمل في الفتره الماضيه يا استاذ معتز عشان يفرقونا من بعض، وسيادتك عارف عملوا حاجات كتيره قوي علشان الاخوان والسلفيين يقعوا في بعض، وعلشان الليبرالي اتعمل فينا حاجات تتكتب 100 سنه والله العظيم، ولسه التاريخ هيقول حاجات كتيره اكتر من اللي عرفناها، يمكن يعني ما كان في الخفاء يمكن اكتر من اللي احنا شفناه. الله ينور عليك يا صاحبي فعلا. ولسه التاريخ هيكتب اكتر، وفعلا ما كان في الخفاء هيكون اكتر من اللي احنا شفناه. ويا خساره ويا حول الله غالب. اشوفكم الاسبوع الجاي، الى اللقاء. حلويلا يا حلويلا يا خساره يا حول الله، حلويلا يا حلويلا
يا خسارة يا حول الله. الثور النور الكلمنجي هلا بالدين الشفطنجي، ده الثور النور الكلمنجي هلا بالدين الشفطنجي. قلت الصبح الاكلنجي شكلاته وكراميلا. حلويلا يا حلويلا يا خسارة يا حول الله. حلويلا يا حلويلا يا خسارة يا حول الله. نرجس بعض الأيام يتمسلم بعض الأيام، يتنرجس بعض الأيام يتمسلم بعض الأيام، ويصاحب كل الحكام وب16 ميلا. حلويلا يا